السلام عليكم المتابعون الكرام، شكرا لكم أيها الطيبون، شكرا على الثقة التي وضعتموها في قناة سيمو نيوز. نشكركم على التشجيع، نشكركم على التحفيز، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم وعند حسن تطلعاتكم. ونقول شكرا جزيلا لكل من يدعم قناة سيمو نيوز، سواء دعما ماديا أو دعما معنويا. كذلك الإخوة نشكر حتى من ينتقد قناة سيمو نيوز، نقول له شكرا، فتفاعلك هو في صالح القناة. إذا بسم الله وعلى الله نتوكل. أيها الطيبون الكرام، كما ترون نحن نتواجد أين؟ نتواجد على جنبات برج محمد السادس. الأشغال الإخوة كما ترون وكما تعلمون بدأت على هذه الضفة، بحيث الإخوة كما تعرفوا نهضروا الإخوة الآن بالدارجة باش نشرحوا الناس. هذيك المنطقة كاملة الآن تشوفوا في هذيك الحجارة الإخوة خداو منها، خواوها من التراب اللي كان فيها والغيس اللي كان فيها، خواو حيدوا كمية كبيرة. من بعد الإخوة شنو داروا؟ من بعد قادوا الأرض كاملة تقادات تمايا، وجابوا واحد ليزار كيما نقولوا حنا إزار ديال البلاستيك تفرش في الأرض، ومن بعد الإخوة غطاوه بالكاياس، جابوا الكاياس بزاف ديال الكاياس وبداو تيفرشوه بالآليات، استخدموا النيبلوز وبقاو تيفرشوا داك الكاياس. ياك الإخوة الآن راه كل يوم الإخوة تيجيو الناس تقنيين متخصصين مهندسين، تيجيو تينزلوا تيشوفوا الارضيه تما شنو كاين، اشنو خص، اشنو نقص، اشنو زاد، اشنو هادي، وعاد تيبداو يشتغلوا الناس بالاليات ديالهم. اذا الاخوه الطريقه ديال العمل تما راه هي طريقه وفق منهجيه علميه ومنهجيه تقنيه. ماشي هذوك الناس خدامين هكاك اعتباطيا وصافي، ولكن يقول لك واه الناس تقال شوف شحال ديال التقوليه عاوتاني وهما حصلوا هنا. لا الاخوه راه ماشي حاصلين، الناس تيخدموا بمنهجيه علميه بتقنيه، لان داكشي ما فيهش اللعب. تيشوفوا البلاصه اللي هوات، البلاصه ربما اللي نزلات شويه، هادي اذا تيجيو الناس التقنيين وتيتمشاو تما برجليهم وتياخذوا لي ميزور وتياخذوا بزاف ديال الحوايج، الماده ديال النهر، الجزر ديالو، تيشوفوا بزاف د الحوايج، وعاد تيبداو الناس تيخدموا بالاليات ديالهم. اذا راه الخدمه الاخوه راه خدمه بشكل علمي وبشكل تقني، راه ماشي خدمه هي كما تنقولوا هكا خدمه اعتباطيه. لا، الناس راه تيخدموا بشكل علمي وبشكل تقني، وناس متخصصين ماشي ذوو اختصاص. اذا الاخوه في هذا الفيديو راه تلقاو الاخوه كذلك صور تهم الاشغال التي تجري على الضفه، وفي اخر الفيديو ستجدون لقطات تهم برج محمد السادس، التحفه المعماريه، سواء الجهه الخلفيه سواء الجهه الاماميه، وكما تعودتم من الاخوه. اذا ايها الطيبون الكرام لن اطيل عليكم، اتمنى لكم فرجه ممتعه. وهنا الاخوه بغي نقول لكم راه سيمو نيوز الى راى البعض على انه فقط هذه الايام يركز على برج محمد السادس، فلان سيمو نيوز كما يعلم العديد من المتابعين هو أصيب على مستوى القدم، وهذه الإصابة الإخوة لا تسمح لي بالتحرك بالشكل الذي كنت عليه. كانت إصابة صراحة بالغة في الأسبوع الماضي. الحمد لله الأمور بدأت تتحسن، ولكن لحد الساعة لا تسمح لي إصابتي أن أتنقل بالشكل الذي كنت أحب والذي كنت أقوم به. إذا ما زال تنقلي بطيء جدا، والقدم ديالي ما زال محتاجة الفترة من الراحة. ورغم ذلك أنا أحاول قصارى جهدي، وإن شاء الله تفوت هذه الفترة بإذن الله السميع العليم، وستجدون سيمو نيوز معكم في العديد من المشاريع وفي العديد من المناطق، سواء من أجل التعريف السياحي والعديد من هذه الأمور. إذا الإخوة نتمنى لكم فرجة ممتعة، وإلى نلتقي فيديوهات أخرى. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم قريبا.